تعال اوريك لقطة محدش خد باله منها في مؤتمر النادي الاهلي. بس الاول كده صلي على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. اللقطة اللي هوريها لك دلوقتي دي هي هتفرحك وهتزعلك في نفس الوقت. هتفرحك لان كابتن خطيب رسميا بيسلم الراية لكابتن سيد عبد الحفيظ، وبيعده ان هو يكون رئيس النادي الاهلي اللي في المستقبل. واسمع كده كلام كابتن خطيب. كورة أمر بيدار كل يوم، وأنا مش هقدر أدير كل يوم. سيد هيقدر إن شاء الله. بس الحزين بقى لو بصيت دلوقتي على الضماطي ورد فعله وهو بيدمع علشان كابتن خطيب تقريبا كده مش هيبقى موجود الفترة اللي جاية. بس خليني اقول لك ان هي اجيال بتسلم اجيال، ودايما النادي الاهلي في ايد امينة سواء من كابتن خطيب او كابتن سيد عبد الحفيظ او غيرهم. والنادي الاهلي دايما بيبقى قوي بابنائه، وهو ده اللي مخلي النادي الاهلي دايما زي ما احنا بنقول كده اعظم نادي في الكون.